ويبدأ قصة الفيلم لشاب اسمه ماجنيفيو، كان شايف إن الأمنيات هي سر الحياة وهي سر سعادة الإنسان، وإن الأمنيات هي جزء من القلب بس للأسف صعب تحقيقها. فماجنيفيو اتعلم السحر علشان يحقق أمنيات الناس الصالحين والأمنيات الخير. وطبعا ماجنيفيو اتجوز وكان عايز يعيش هو وزوجته في مكان آمن، فاكتشفوا جزيرة في البحر المتوسط وكان بيجيلهم الناس من كل مكان، وكانت الناس بتستقر في المدينة وماجنيفيو بقى الملك عليهم، وكان الناس بيقدموا له أمنياتهم علشان يحميها ويحققها لهم. وبنروح لإيشا اللي بتبقى مبسوطة جدا علشان النهاردة عيد ميلاد جدها اللي هيتم 100 سنة واللي بيصادف في يوم احتفالية تحقيق الأمنيات. فبتقول لجدها إن هي هتقابل الملك علشان الملك هيختار مساعد ليه، فبتقول له إن هي هتطلب من الملك إن يحقق أمنيته. وبتروح إيشا لصديقتها داليا اللي شغالة طباخة في قصر الملك، وإيشا بتقول لها إن هي متوترة جدا علشان هتقابل الملك وهتطلب منه إنه يحقق أمنية جدها. فداليا بتقول لها ما تتوترش وتبقى هادية علشان الملك يختارها مساعدة ليه، وساعتها الملك يقدر يحقق لها حلم جدها. وجم أصحاب إيشا وواحد منهم بيقول لها إن هي لما تتم 18 سنة بعد كام شهر ما تديش أمنياتها للملك علشان ما تبقاش مملة وحزينة زي سايمون. وفي نفس اللحظة بتدخل الملكة علشان تاخد إيشا للملك، وهم طالعين الملكة بتتكلم مع إيشا وبتقول لها على الحاجات والأشياء اللي بيحبها وبيكرهها الملك، وبتقول لإيشا إن هي بتتمنى إن الملك ياخدها مساعدة ليه علشان شايفة فيها حبها للمملكة ومساعدتها للآخرين. ودخلت إيشا قاعة الملك، وإيشا شافت كتاب جوه صندوق إزاز وجت تلمسه ولقت فراشات سحرية بتهجم عليها وكانت خايفة منها جدا. ودخل الملك وحبس الفراشات تاني، فإيشا بتسأله عن الفراشات فبيقول لها ماجنيفيو إن دي تعويذة عملها على الكتاب ده علشان هو من أخطر كتب السحر الأسود في العالم كله. والملك فضل يتكلم مع إيشا ويسألها وهي كانت بترد عليه بكل شغف، والملك كان مبسوط منها جدا وقال لها ان هو كان يعرف ابوها. فايشا حكت له ان ابوها كان بيطلعها على الشجرة وكان بيقول لها ان النجوم بترشدنا لتحقيق امنياتنا. فالملك حكاها عن مأساته وهو صغير وخسارته لعيلته، وخدها ودخلها قاعة تانية وقال لها ان هو بيثق فيها علشان كده هيخليها تشوف امنيات المدينة كلها. والملك بدأ يغني وينزل الامنيات، فايشا شافت امنية جدها ومسكتها وشافت الامنية اللي جدها نفسه يحققها، وطلبت من الملك ان هو يحقق أمنية جدها علشان هو عيد ميلاده النهاردة. فالملك شاف الأمنية وقال لها إن الأمنية جميلة جدا بس مش هقدر أحققها له علشان الأمنية تبدو خطيرة على المدينة. فياشا بتقوله إن جدها راجل طيب وإن أمنيته بسيطة وجميلة. فالملك قال لها إن هو الوحيد المسؤول عن تحقيق الأمنيات، فياشا طلبت منه إن يرجع الأمنية لجدها وهو يحققها لنفسه. تعصب الملك وقال لها إن الناس بيدوني أمنياتهم علشان هم عارفين إنهم صعب يحققوها، وأنا بخليهم ينسوا أمنياتهم علشان ما يفضلوش عايشين في قلق. فايشا بتقول له يعني ممكن الامنيات دي كلها ما يتحققش. فدخلت الملكة وقالت للملك ان الحفلة ابتدت، فهو طلب منها ان هي تاخد ايشا وتقعدها جنبها على المسرح. الملك طلع على المسرح، ابتدى الحفلة باستعراضات سحرية، وكان في الحفلة جدها وامها وزمايلها كانوا مستعدين لتحقيق امنية جدها، بس كان ظاهر على ايشا الزعل. ومجنوفي بيقول للناس ان هو هيحقق النهارده امنية، ونده على اسم البنت وحقق لها امنيتها ان هي تكون خياطة ممتازة. والملك خد من عضوين جداد في المدينة أعز أمنية في قلبهم، وساعتها الزوجين حسوا بحزن في قلوبهم، وراح لآيشا وقال لها إن هو رفض إن هي تكون المساعدة ليه وإن هو هيحمي أمنية أمها وجدها. وآيشا بتكون محضرة كيكة لجدها بس بيكون زعلان جدا. فآيشا علشان تفرح جدها قالت له إن هي شافت الأمنية بتاعته وإنها أمنية جميلة وإنه ممكن يحققها لنفسه، بس جدها رفض إن يعرف أمنيته وقال لها إن الملك هو المسؤول عن تحقيق أمنيته. فقالت له آيشا إن الملك عمره ما هيحقق له حلمه علشان شايف إن الأمنية فيها ضرر على المدينة. فجدها قال لها طالما الملك شايف كده خلاص أنا مش عايز أحقق أمنية. فايشا حاولت تقنع جدها بس هو كان رافض الكلام معاها. فايشا طلعت تجري وهي زعلانة جدا لحد ما وصلت المكان اللي كان أبوها كان بيقعدها فيها على الشجرة، وفضلت تغني للنجوم وهي بتحكي أمنيتها. وفجأة ظهر نور ساطع جدا من السماء وشافوه أهل المدينة، وساعتها حسوا براحة والأمان. حتى الملك أمايا حست بالراحة والأمان، إلا الملك حس بالخوف والقلق وحس إن في حاجة بتهدده. ونشوف ايشا وهي مستغربة من النور اللي شافته ومن الشعور اللي حست بيه. وفجأة بتظهر لها النجمة وبتكون ايشا خايفة منها، والنجمة بتخلي المعزة
تتكلم وعش الغراب وباقي الحيوانات والاشجار يتكلموا. فآشا بتسألها انت جاية تحققي امنيتي؟ فالنجمة رفضت، فبترشدها ان هي جاية تساعدها لتحرير الامنيات بنفسها. وبنشوف الملك وهو متوتر جدا وقالب المكتبة علشان عايز يعرف ايه سر النور ده، ودخلت الملكة عليه علشان تهديه، فهو بيقول لها ان في حاجة بتهدده وان هو لازم يعرفها. وآشا بتوصل للقصر وبيكون معاها النجمة علشان تقابل داليا، فبتخبي فالنتينو والنجمة في مزرعة الفراخ وبتقول لهم ان هما ما يعملوش صوت، وراحت تكلم داليا وبتطلب منها ان هي تساعدها توصل لمكتبة الملك. بس النجمة وفالنتينو كانوا عاملين قلق، وكانت آشا بتحاول تداري على اللي هما بيعملوه وهي بتكلم داليا. وجي واحد من اصحابها راح يجمع البيت، فآشا جرت على الباب ورفض تدخله، بس كل اصحابها سألوها هي مخبية ايه جوه وان هي لازم تفتح الباب. فهي حكت لهم على اللي حصل مع النجمة وفتحت الباب ولقوا كل الفراخ بترقص وبتغني. فآشا بتعرف النجمة على اصدقائها، واصدقائها بيقولها ان لو الملك عرف ان في نجمة هنا هيقتلها. فآشا بتطلب منهم ان هما ما يقولوش سرها، وكلهم سابوها وخرجوا علشان في اجتماع للملك الا داليا. فآشا قالت لها ان الملك مش هيحقق امنية جدها ولا اي امنية من اهل المدينة، وطلبت من داليا ان هي تساعدها ان هما يرجعوا الامنية لجدها. فخدتها داليا للمكان اللي بيطلعوا فيه الاكل للملك في المكتبة، وطلعت آشا فيها وكان الباب اللي فوق مقفول. فالنجمة حاولت تفتح الباب لحد ما فعلا فتحته، وجم يخرجوا لقوا سحر النجمة حرقت شوية كتب. وبنشوف الملك وهو بيكلم اهل المدينة عن الضوء اللي شافوه امبارح، وبيقول لهم ان في خاين وسطهم وهو اللي عمل السحر الاسود ده علشان يضرهم ويضر المدينة. وفي نفس الوقت داليا بتشوف النار فبتحاول توقف الملك بأسئلتها وتعطله لحد ما آشا تنزل. وطبعا الناس اتشجعت وبدأت تسأل ان ازاي في حد غيره يقدر يعمل السحر، وبدأوا يشكوا في قدراته، وده خلاه يتعصب عليهم جدا وسابهم ومشي. وفي نفس الوقت بتكون آشا دخلت قاعة الأمنيات وبتشوف النجمة وهي مبسوطة وسط الأمنيات، وبتطلب آشا من النجمة ان هي تدور على أمنية أمها وجدها. فبتلاقي أمنية جدها وبتاخدها وتستخبى علشان بتسمع صوت حد طالع، وبيكون الملك متعصب جدا من شكوك الناس فيه وفي قدراته، وده بيخليه يستخدم كتاب التعويذ والسحر الأسود علشان ينتقم من الناس. وفي الوقت ده بتكون آشا بتهرب من المكان، تروح آشا لجدها وهي معاها أمنيته، وبيمسك جدها له أمنية وبيحطها في قلبه تاني وبيحس براحة، وبيقول لها ان هو هيحاول يحقق أمنيته. وفجأة بيدخل عليهم الملك وبيسألها عن النجمة ويقول لها ان في حد أفشى سرها، فرفضت آشا تقول له على مكان النجمة. وساعتها الملك بيطلع أمنية أمها ويكسرها، فبتخرج من الأمنية قوة بتدخل في جسمه. مامتها ساعتها بتحس بالألم، فالنجمة بتظهر بسرعة علشان تواجهه. ولما جه ياخدها آشا وقعت عليه الدولاب، وهربت هي وأسرتها في مركب لأقرب جزيرة. وآشا بتبقى زعلانة جدا من نفسها علشان بتبقى حاسة بالذنب ان هي اللي عرضت أهلها والمدينة للخطر. فمامتها بتقول لها ان الخطر الحقيقي هو الملك، فقررت آشا ان هي ترجع وتنقذ المدينة من شر الملك. وبنشوف الملك وهو بيحضر تعويذة وبيدمر 3 أمنيات علشان يفعل التعويذة على العصاية السحرية. وساعتها أصحاب الأمنيات اللي اتدمرت حست بالضعف، والملك بيحس بوجود الملكة، فهددها ان لو اتكلمت هيقتلها ويعتبرها خاينة للمدينة. والملك بينزل الحفلة هو والملكة وبيخرج سايمون وبيقول ان هو ده الشخص اللي بلغ عن آشا، وان آشا هي السبب في السحر اللي حصل، وان هي اللي دمرت أمنيات ال3 دولت. وبتكون آشا واقفة من بعيد وسمع كلام الملك، وبتستخدم سحر النجمة وبتبعت فار صغير للملكة وبتطلب منها ان هي تنقذ المدينة من شر الملك. وفي الوقت ده الملك بيستخدم التعويذة وبيحقق أمنية سايمون ان هو يكون الحارس الخاص ليه. وطبعا التعويذة بتسيطر على سايمون وبتخليه يقول اسماء اصحابه اللي ساعدوا آشا، فاصحاب آشا بيهربوا بسرعة علشان الملك ما يوصل لهمش. وآشا بتوصل لاصحابها وبتعرفهم ان هي مش السبب في اللي حصل، وان الملك هو الخطر على المدينة، وان هو بياخد قوته من تدمير الامنيات. فبتطلب آشا مساعدتهم وهم بيوافقوا يساعدوها، فبتدخل الملكة عليهم فهم بيخافوا منها جدا، بس هي بتطمنهم وبتقول لهم ان هي سمعت كل حاجة ومصدقاهم وان هي عايزة تساعدهم. وبيتفقوا كلهم على خطة علشان ينفذوها. وفعلا بتروح الملكة بسرعة للملك وبتقوله ان هي شافت آشا بتجري ناحية الغابة، وبسرعة بيجري الملك عشان يلحق آشا. وبنشوف الملكة وهي مخبية اصدقاء آشا، وبتكون آشا وصلت للغابة وبتطلب من النجمة ان هي تروح تساعد اصحابها في تحرير الامنيات. فالنجمة بتعمل لها عصاية سحرية علشان تستخدمها، بس آشا ما كانتش
كانتش عارفة تستخدمها وقعدت تطلع في ألعاب نارية. وساعتها الملك كان في الغابة وعارف مكانها وفضل يجري وراها لحد ما وقعها على الأرض وبيكسر لها العصاية السحرية. وفي نفس الوقت أصحابها بيبقوا بيفتحوا القبة الحديدية وفعلا بيحرروا الأمنيات. وفجأة بيتحول الملك لسايمون، وآشا بتعرف إن الملك لسه هناك وإن النجمة وأصحابها في خطر، وبيجي الدب وبيهجم على سايمون. وده بيخلي آشا تروح بسرعة على القصر علشان تساعدهم. وجد آشا وأمها بيرجعوا لما بيشوفوا الأمنيات اتحررت، وبنشوف النجمة وسط الأمنيات وهي فرحانة. وفجأة بيسيطر الملك على الأمنيات بالتعويذة اللي معاه وبيحاول يسحب الأمنيات والنجمة العصاية السحرية علشان تزود قوته. والملك بيشوف آشا وسط الناس فبيمسكها وبيفضل يضرب فيها وبيفرض سيطرته على كل الناس علشان ما يتحركوش. فآشا حاولت تاخد منه العصاية بس هو ضربها ووقعها وفضل يهدد في الناس. وكانت آشا شايفة كل ده وفضلت تعيط وافتكرت ان هما زي النجوم وبدأت تغني علشان تشجعهم. فبدأوا الناس يمسكوا ايد بعض ويغنوا علشان يشجعوا آشا، وفعلا بدأوا يقووا وقلوبهم لمعت زي النجوم. وده كان بيضعف الملك لحد ما اتحرر النجم وكل الأمنيات اللي دمرها. وبدأ الصولجان يسحبوا لحد ما اتحبس جواه. وبيروح النجم يلف حوالين الأمنيات علشان يرجعها لأصحابها، وبيكون الناس فرحانين جدا علشان أمنياتهم رجعت لهم. وبتشوف آشا مامتها وهي بتاخد أمنيتها فبتحضنها وأصحابها بيتجمعوا حواليهم. ونشوف الملك وهو بيتحايل على الملكة علشان تخرجه بس الملكة بترفض وبتاخده وبتأمر الحارس إن يرميها في السجن. وبعدها بيجي سايمون وبيعتذر لآشا وبيقول لها إن هو كان أناني فبتسامحه آشا. وبنشوف النجمة وهي بتصلح العصاية السحرية اللي اتكسرت من آشا، وآشا بتعتذر لها على إن هي اتكسرت منها فبتقول لآشا إن هي الأحق بيها علشان تحقق بيها الأمنيات. وبتودعها وتقول لها إن هي لازم ترجع تاني علشان تحقق أمنيات ناس تانية. وبتشوف آشا جدها وهو مبسوط جدا علشان حقق أمنيته. وبنشوف المدينة وهي فرحانة جدا وبتحقق أحلامهم. وبكده خلص فيلمنا، وإلى اللقاء.